عشان تطلع ترند وتجيب ملايين المشاهدات ممكن تعمل ايه؟ هل هتاكل حاجة غريبة؟ تعمل مقلب في مراتك؟ طب ايه رأيك تاخد طلقة رصاص حقيقية في صدرك عشان تاخد لك كام لايك؟ النهاردة هنتكلم عن اكتر زوجين مهووسين بالشهرة في تاريخ السوشيال ميديا كلها. الزوجين اللي قرروا يتحدوا قوانين الفيزياء بالطريقة الصعبة واكتشفوا ان الفيزياء ما بتهزرش. يا هلا باللي غاوي يفهم اصل الحكاوي. اهلا بيكم في برنامج بلوت تويست. في البرنامج ده انا بحكي لكم عن ناس صنعت معجزات وناس اتهببت وعملت كوارث، وممكن بيبقى نفس الشخص وعمل الحاجتين مع بعض، وانا مهمتي ان انا بحكي لك الموضوع من اول المشهد لحد البلوت تويست. فلو دي اول مره تشوفني شرفني باشتراكك في القناه وهات كوبايه الشاي المتينه وسيبك من اللي فات وركز معايا في اصل الحكايات. احنا في امريكا وتحديدا في ولايه مينيسوتا 2017. عندنا شاب عنده 22 سنه اسمه بيدرو، وحبيبته عندها 19 سنه واسمها موناليزا. وموناليزا كانت حامل في طفلهم الثاني. بيدرو وموناليزا كان عندهم حلم نايمين صاحيين لازم يحققوه، وهو ان احنا لازم نبقى مشهورين. وبالفعل عملوا قناه وبداوا ينزلوا فلوجات لحياتهم اليوميه. بس للاسف في نظرهم حياتهم كانت ممله جدا وما فيهاش اي اثاره، والمشاهدات كانت عباره عن 300 او 400 مشاهده بالكتير. بيدرو حس بالاحباط وقال لموناليزا الناس ما بتحبش الملل، الناس بتحب الاكشن والمخاطره، احنا لازم نعمل فيديو تحدي يشهرنا ويجيبنا في الاخبار. بيدرو قعد يفكر في فكره شيطانيه، فكره تخليه ملك اليوتيوب، وللاسف الفكره جات له. بيدرو جاب مسدس من نوع ديزرت ايجل، الرصاصه فيه 50 مللي. عشان تبقى فاهم ده مش مسدس عادي، ده حرفيا مدفع يد، مسدس قادر ان هو يطلق طلقه تخترق بلوك اسمنت او باب مصفح. بيدرو ساعتها بقى جاب كتاب موسوعه كبيره من الكتب اللي هي التخينه دي، وقال لموناليزا انا همسك الكتاب ده واحطه عند صدري وانت هتنشني عليا وتضربي. وقال لها ما تقلقيش الكتاب تخين جدا والرصاصه اكيد هتقف جواه، واحنا هنصور المشهد بالتصوير البطيء ونبقى ملوك الترند. موناليزا اترعبت جدا وقالت له انت مجنون، انا مستحيل اعمل كده. بس بيدرو فضل يقنع فيها وقال لها انا جربت الموضوع دوت في كتاب بره البيت والرصاصه وقفت فعلا. ودي طبعا مش محتاجه ان انا اقول لك ان هي كانت كدبه. موناليزا من رعبها دخلت على تويتر وكتبت تويته على تويتر قبل ما يصوروا الفيديو ده، وقالت للناس انا وبيدرو هنصور فيديو من اخطر الفيديوهات اللي هنصورها في حياتنا، والفكره دي فكره بيدرو مش فكرتي. يعني من الاخر كانت بتبرأ نفسها. بيدرو ظبط الاضاءه وحط كاميرتين في زاويتين مختلفتين عشان يصور الكارثه اللي هيعملها باعلى جوده ممكنه. بس تخيل معايا المشهد العبثي ده، شاب طموح ماسك كتاب موسوعه وحطه على صدره، ومراته الحامل واقفه قدامه بتترعش حرفيا وماسكه مدفع في ايديها، والكاميرات بتصور والعد التنازلي بدا 3 2 1 بوم. موناليزا دست على الزناد والرصاصه طلعت. بيدرو طبعا كان متخيل ان الكتاب فعلا هيصد الرصاصه ويطلع قدام المشاهدين يقول لهم انا بخير وزي الفل. البلوت تويست ان اكيد قوانين الفيزياء مش هتاخد اجازه عشان خاطر بيدرو. الرصاصه دي عيار 50 مللي، اخترقت كتاب الموسوعه التخين دوت كانها حته زبده ودخلت في صدر بيدرو ومات قصاد الكاميرات وقدام مراته. الاغبى بقى من كده ايه؟ ان الكاميرتين اللي بيدرو ظبطهم باعلى جوده عشان يصوروا من زاويتين مختلفتين بقوا هم الدليل الجنائي اللي البوليس خده عشان يسجن موناليزا بتهمه القتل الخطأ. بيدرو ضحى بحياته ومراته دخلت السجن وعياله اتيتموا، وكل ده عشان فيديو ما اترفعش اصلا على اليوتيوب، ده اترفع على سيرفرات النيابه العامه. البوليس بالفعل وصل بيت موناليزا ولقاها بتعيط وبتقول والله هو اللي قال لي اعمل كده. المشكله طبعا ان القانون ما بيعترفش بفكره هو اللي قال لي، وموناليزا اتحكم عليها بالفعل بالسجن واتحرمت من استخدام اي اسلحه ناريه مدى حياتها، والقناه بتاعتهم طبعا اتقفلت. المفارقة المأساوية إن هم فعلا اتشهروا وبقوا ترند، واسمهم نزل في كل نشرات الأخبار الإعلامية، وبقوا أشهر كابل على الإنترنت وقتها. بس الشهرة دي ما كانتش عشان هم يوتيوبرز جامدين، الشهرة دي كانت هم عشان بقوا أيقونة للغباء البشري، والمثال اللي بيتضرب لأي حد بيسأل هو هوس السوشيال ميديا ممكن يوصل الناس لفين. قصة بيدرو وموناليزا بيعلمنا إن الترند فعلا ممكن يبني لك ثروات، بس لو الجنان ساقك الترند ده هو اللي هيحفر لك أبرك بإيدك. حكايتنا خلصت هنا، بس لو في اي شخصيه في دماغكم حابين ان انا اتكلم عليها اكتبوا لي في الكومنتات تحت. حط الكتاب في صدره عشان المشاهدات، فالرصاصه خرمت صدره وبقى في عداد الاموات. حلوه دي حكم تكاتك.